الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. خد بالك ما تضيعش وقتك. ليه؟ لأن أنت مستجاب الدعوة، دايما تدعي وانت صايم. ولذلك إذا لاحظت آيات الصيام تجد إنها في وسط آيات الدعاء، في وسط آيات الصيام. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. خد بالك في أوقات معينة كده أنت تاخد بالك فيها في الدعاء. زي إيه؟ زي الثلث الأخير الليل، ربنا سبحانه وتعالى بينزل نزول يليق بجلاله وكماله، يقول: هل من داع فاستجيب له. ده الوقت ده بيستجاب في الدعاء. وانت قايم كده تتسحر، صلي ركعتين واطلب من ربنا سبحانه وتعالى في هذا الوقت. في عندك كمان حاجة مهمة جدا، ايه هي؟ ان الدعاء في السجود مستجاب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكثروا من الدعاء أثناء السجود فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لأن أنت بتسجد إعلان خضوعك لله عز وجل. ولذلك حتى أهل العلم يقول لك إيه؟ إذا أردت أن تعلو فوق السحاب فضع رأسك على التراب، يوم ربنا يستجيب منك الإيه؟ الدعاء. ده في ناس بتصلي ما شاء الله بالزنبلك، يا دوبك يحط راسه ويقوم. طب أنت قلت 3 تسبيحات حتى ما لحقش. طب ادعي يا أخي دعوة حتى كده، دايما مستعجل. طب ازاي يعني ربنا يستجيب منك ازاي؟ ولذلك حتى في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة، فإن الله تعالى لا يستجيب من عبد قلبه لاهٍ غافل. انت كل فكرك بره، مش مع ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يستجيب لك ازاي وانت كده؟ اطلب من ربنا مع ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة التانية كمان يلاحظ ان بين الاذان والاقامة الناس بتتكلم وهم في المساجد. يا سيدي الدعاء بين الاذان والاقامة لا يرد. النبي قال كده عليه الصلاة والسلام: هل انت مستغنى عن ربنا؟ الانسان لو ما سألش ربنا يغضب عليه. النبي قال كده: من لم يسأل الله يغضب عليه. ولذلك حتى من السنة لما تيجي تدعي تمد ايديك. ليه؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ايه؟ ان الله تعالى يستحي من عبده ان يمد اليه يديه ثم لا يضع فيهما خيرا. تأكد ان ربنا هيديك طول ما انت مدد ايه؟ ايديك. ما تقعدش تدعي كده وانت حاطط ايدك جنبك، لا، انت بتطلب من كريم، من اكرم الاكرمين، ربنا سبحانه وتعالى. وفي حاجة كمان فهم الناس فيها مش صحيح، زي يقول لك ان الدعاء بيستجاب عند الفطر بس. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال 3 دعوات لا ترد. قال منهم ايه؟ الصائم حتى يفطر. يعني انت طول ما انت صايم بدعائك مستجاب، تطلب من ربنا سبحانه وتعالى في اي وقت. وبعدين في وقت كمان ابواب السماء ال7 متفتحه، وللاسف انت مش واخد بالك. اللي هو امتى؟ من بعد اذان الظهر الى صلاه الظهر. ال4 ركعات دول كان النبي يحافظ عليهم صلى الله عليه وسلم. قال: 4 ركعات قبل الظهر تفتح لهن ابواب السماوات. او السماء ال7 الابواب متفتحه. في الوقت ده تلاقي الشيطان جاي لك تتكلم، تصلي ركعتين وتقعد. النبي كان بيصلي 4، ده يصلي 2 ويقعد. طب انت قاعد تعمل ايه؟ ما تصلي ال4 وانت ساجد ادعي ربنا سبحانه وتعالى. ابواب السماء متفتحه يا اخي. ربنا بيقول لك: اطلب مني، عايز ايه يا عبدي؟ انت مستغني عن ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك خد بالك وانت بتدعي في حاجه مهمه جدا. ايه هي؟ انك لما تيجي تدعي الاول تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام.
ليه؟ لأن كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي المحبوب. خد بالك من الحتة دي. دايما أهل العلم لك إيه؟ لما تيجي تدعي صلى على النبي في الأول، وصلى على النبي بعد إيه؟ بعد ما تخلص. يقول لك ليه؟ يقول لك لأن الدعاء بين الصلاتين مستجاب. ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب في الأول وبيستجيب في الآخر، واللي بينهم ربنا إيه؟ هيستجيب لك فيه. فأنت في شهر استجابة الدعاء، فاوعى تضيع وقتك في أي كلام حتى تكون من الفائزين، والحديث بقية. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انت يا شيخ، الله يصلح حالك يا شيخ.